مشاهدينا مرحبا بكم. إليكم موجزا لبعض أبرز أخبار هذا اليوم من القدس.com. وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك يطلب من الأمم المتحدة تعليق خططها للتحقيق في الهجوم على أسطول الحرية، ويتوعد بعدم السماح لسفينة التضامن اللبنانية كسر الحصار المفروض على غزة، ويحمل بيروت مسؤولية النتائج. مصادر سياسية إسرائيلية تتوقع أن يمارس الرئيس باراك أوباما ضغوطا على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتمديد فترة تعليق البناء في مستوطنات الضفة الغربية من أجل دفع مفاوضات السلام خلال لقائهما في البيت الأبيض في 6 من الشهر المقبل. إسرائيل تقر مخطط الهدم في حي البستان في سلوان، وتشرع في تجريف أراضٍ شمال شرقي القدس لبناء 600 وحدة استيطانية. الناطق باسم الخارجية الأمريكية يقول إن بلاده ترغب في أن تضيف إسرائيل مواد البناء لقائمة المواد المسموح بدخولها لغزة في إطار تخفيفها للحصار الذي تفرضه على القطاع. اللجنة الدولية لفك الحصار عن غزة تحضر لأسطول جديد ينطلق في 15 من الشهر المقبل، يضم سفنا من لبنان والخليج والجزائر ومصر وأيرلندا. اللجنة الرباعية الدولية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط تطالب إسرائيل بتنفيذ قرارها بتخفيف الحصار على قطاع غزة بشكل كامل. تقارير إخبارية تفيد بأن انفجاراً وقع صباح اليوم في منطقة سكنية في اسطنبول أسفر عن سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى. وتركيا تنشر قوات كوماندوس تدعمها طائرات مروحية على امتداد الحدود العراقية بعد غارة لحزب العمال الكردستاني. صعيدي يفك رموز اللغز الذي يختلف عليه أكثر من 1 مليار مسلم، ويحدد أوائل الشهور الهجرية ل100 عام مقبلة. وفي القاهرة حريق هائل يندلع في الساعات المبكرة من صباح اليوم في منطقة تجارية في الجنوب. للتفاصيل زوروا موقعنا www.alquds.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.